واحلى كوبايه من الكركديه حضرناها مع بودره الكركديه اللي احنا جهزناها. ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. هنجيب كميه من الكركديه وهنغسلهم وهنسيبهم ينشفوا وبعد كده هنطحنهم. وبعد ما طحناه هنبدأ ننخله علشان على فكرة البواقي اللي باقية دي احنا هنعمل بيها بعد كده الكركديه المركز نوع تاني. فركزوا معايا وسيبوه علشان هنبقى عندنا نوعين من الكركديه. ودي كوباية من الكركديه بعد احنا ما طحناها جامد انا عملتها بصراحة بالمطحنة بتاعة التوابل. هحط عليها ضعف الكمية، يعني دي كانت عاملة لي كوباية من دي فانا هحط عليها كوبايتين، يبقى ضعف المقدار. انت لو حطيتي نص كوبايه مثلا من الكركديه هتحطي عليها كوبايه من السكر. وهنقلبهم كويس. وهنحط عليها نص ليمونه معصوره كماده حافظه علشان ممكن يقعد معاكي فتره طويله. وبعد كده اللي هنضيفه ربع كوبايه ميه، مش اكتر، مجرد ان هو هنبله بس كده وهنخلطه تمام. وكده خلاص بعد ما قلبنا كل السكر مع الكركديه مع نص ليمونه. هنحتفظ بيه بقى على حسب ما انتي تحبيه. هحتفظ بيه انا في برطمان كده وهحطه في الفريزر او في التلاجة على حسب ما استخدامك يعني. لو هتركنيه هتحطيه في الفريزر بقى لاول رمضان. كل سنه وانتم طيبين. هناخد منه معلقه كبيره على كوبايه ميه. دي هتبقى بقى حد من الولاد عايز، فمش هتبقى ضروري ان انتي تقومي تجهزي له حاجه هو عايز يشربها. وبعد ما عملناها بنصفيها برضو تاني عشان بيكون فيها شوية شوائب. وألف هنا وشفا. وأحلى كوباية من الكركديه حضرناها مع بودرة الكركديه اللي احنا جهزناها. ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين.